السلام عليكم. أمير قطر يجتمع مع إنفانتينو ويتخذ هذا القرار قبل كأس العالم بشأن المنتخب الجزائري، ويصدم الكاميرون. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نقل الديوان الأمير القطري بأن الشيخ تميم أمير دولة قطر اجتمع مع إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب المنتخب الجزائري. أكد المصدر أن أمير دولة قطر يحمل على عاتقه مشاركة المنتخب الجزائري في المونديال. ووعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع الجامعة العربية بالجزائر بأن المنتخب الجزائري سيكون متواجد في المونديال بإذن الله، نظرا للأحداث التي يمر بها المنتخب الكاميروني في الوقت الحالي والاتحاد الكاميروني. ونقل المصدر أن أمير دولة قطر اتخذ قرار بعد منح بعثة المنتخب الكاميروني تأشيرات، وأيضا للكاميروني صامويل إيتو، من دخول الأراضي القطرية، مما اضطر إنفانتينو بالموافقة على استبعاد المنتخب الكاميروني من المونديال ومشاركة المنتخب الجزائري، لأن اعتراض قطر الأول على مشاركة المنتخب الكاميروني في المونديال هو الظلم الفادح الذي تعرض له المنتخب الجزائري في مباراة الجزائر والكاميرون، وعلى إثرها تم إقصاء المنتخب الجزائري من المونديال. وهناك دول بعينها هي من قامت بهذه المؤامرة، وهي المغرب وإسرائيل، من أجل عدم رفع الأعلام الفلسطينية في المونديال، لأن الجميع يعلم أن المنتخب الجزائري والجزائريين هم من ينتصرون لفلسطين في المحافل العالمية. وسوف يصدر بيان من الفيفا خلال ساعات من الآن بتأهل المنتخب الجزائري إلى المونديال وإقصاء الكاميرون بشكل نهائي. وفي النهاية، لو أنت محب لتأهل المنتخب الجزائري للمونديال، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.